رمضان في كاليفورنيا. لو انت بعد 15 ساعة صيام أول ما تيجي تفطر تجريلي على حالة بشاميل يبقى انت بتنتحر. تعال أقولك على شوية نصايح بسيطة توفر علينا الخمول والتعب في رمضان. أول 10 دقايق في الفطار ممكن نبتدي بتمرة أو كوباية مية، وبلاش عصير قمر الدين اللي مليان سكر. بعدها أقوم أصلي المغرب. طب ليه؟ عشان ندي إشارة للمخ إن الأكل جه فيبدأ في الحرق بدل ما يخزن، وبكده نتجنب أي ارتفاع عالي في السكر مرة واحدة. تعالوا بقى نتكلم عن الروتين بعد ما نخلص صلاة. حلو إن إحنا نبتدي بالشوربة وبعدها البروتين، فراخ، لحمة، سمك. البروتين بيحسسنا بالشبع وبيدي لعضلاتك اللي فقدته طول اليوم. وما تنساش خلي المكرونة والرز آخر حاجة خالص. وما تنسوش طبق السلطة مهم جدا لأن ده بيحمي من الإمساك اللي كتير بيعانوا منه وقت الصيام. فخ الكافيين، بلاش تشرب قهوة أو شاي بعد الفطار على طول. الكافيين بيمنع امتصاص الحديد والكالسيوم من الأكل اللي احنا هناكله. يفضل إن احنا نستنى ساعة وبعد كده نشرب شاي ولا قهوة. وبفكرك بالمية علشان ما تفقدش سوائل كتير. كل وتهنى وبلاش تتهور، لأن وقت الصيام مفيد جدا لأجسامنا لو اتعاملنا معاه صح. اكتبوا لي في الكومنتات ايه أكتر حاجة بتاكلوها صحية في وقت الفطار. أنا بيتر واصف، صيدلي مصري من شبرا عايش في كاليفورنيا، ودي شبرا فوني. أشوفكم الفيديو اللي جاي.